السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بشكر كل اللي دعالي، وربنا يا رب يبارك فيكم اخواتي وحبايبي. انا كنت تعبانه جدا والله، ولا زلت تعبانه، بس قلت انزل فيديو كده ان شاء الله تستفادوا منه، وهو فعلا فيديو مفيد جدا. بص يا حبايبي، انا بقالي فتره كده مجربه مشروب معين، بس هو حلو جدا يعني ما شاء الله. في الشهر ممكن يخسسك 10 كيلو. كمان الناس اللي هي عندها يعني الوزن ثابت، لا ده هيقلل معاها الناس، وكمان مش هيخليها تزود دهون. يعني الناس مثلا اللي وزنها عالي، لا ده مش هيخليها الدهون تكتر عندها، بالعكس ده هيقللها جدا وهيخسس وحلو جدا. وكمان لو انتي بتعاني برضو من وجع الركب، طبعا كلنا كده، الظهر، الكلام ده كله، لا في برضو مكون حلو جدا مع المشروب اللي انا هعمله. هيخليكي تمام، يعني هيقلل وجع، وهو مفيد. المشروب ده مفيد وفيه مضادات اكسده ومفيد للجسم بشكل عام، فانت جربيه وان شاء الله مش هتندمي. طبعا انا بصور بايد واحده، بس اتمنى منك لو انت لسه بتشوفي القناه اعملي لايك واشتراك وفعلي الجرس على الكل، وان شاء الله باذن الله هتستفادي. بص يا حبايبي، انا جايبه ايه؟ جايبه كوبايه ميه. طبعا اي حاجه قديمه عندك يعني انا بخليها للمشروبات دي. اهو يا حبايبي كده احط كوبايه الميه، بسم الله، سمي كده بسم الله. بص يا حبايبي، اول مكون عندي اللي هو أنا اسفه، اول حاجه عندي اللي هو الشاي الاخضر ده. بص هو عندي بقاله طبعا فتره، واللي يعجبك اللي هو الباكيت ليبتون، اي حاجه اللي يعجبك، بس انت هتضطر تفضيه. هتاخدي كده معلقه حلوه كده، وهتحطيها هنا في الميه دي. والمكون التاني ده بنات كركم. طبعا ابحثوا عن الكركم، هتلاقيه مفيد جدا، خاصة لو انت زي كده ركبتك وجعاكي، ظهرك، الكلام ده كله ان شاء الله هيفيد معاكي. حبايبي احط برده كده في الميه الايه، الميه دي. هخلي المكون ده يغلي معايا واقولك هتستعمل. بس طبعا غطيه باي حاجه عشان الابخره دي اللي بتطلع منه ما تضيعش مفعول المشروب ده معاكي. تمام، هيغلي معايا وهوطي عليه. هتستعملي المشروب ده ازاي؟ لو الناس طبعا اللي هي يعني مش عايزه تطول في الفيديو، والفيديو ان شاء الله مش هيكون طويل، هتستعمليه ان انتي اخر وجبه عندك، تمام، بعدها بساعه. يعني مثلا انا يعني قبل العشاء، يعني بعد العشاء بشويه انا بشرب المشروب دوت. ويا ريت يكون بالنسبه لك اخر وجبه، يعني ما تاكليش بالليل لو انت فعلا عايزه تخسي، ما تاكليش بالليل. وان شاء الله هنزل لك باذن الله نوع برشام حلو جدا. ما شاء الله البرشام ده حلو جدا جدا جدا. وعندنا برضو برشام قبل كده كنت مستعملاه، شوفيه برضو على القناه وامشي على المشروب ده باذن الله هتحس بفرق حلو قوي. يبقى كده هتشربيه ممكن قبل النوم بساعتين او بعد اخر وجبه. يعني بعد اخر وجبه كده خلاص وما تاكليش تاني. هتاكلي يبقى ايه، حاجات خفيفه مثلا خياره كده، انما ما تزوديش وما تاكليش، لان ده اللي بيعمل دهون في البطن طبعا وكرش والكلام ده كله. كده هنسمي الله طبعا على اي حاجه عشان ربنا كده يكرمنا. بس كده حبايبي، اللي عايزين يخرجوا من الفيديو براحتهم. بس يا جماعه اتمنى بالله عليكم يعني اللي بيشوف القناه يتفرج على الوصفات، ان انا حاسه ان انا يعني ايه تعبي بيترمي على الارض. وعلى فكره هي كلها حاجات مجربه. واعملوا لايك والله مش هتخسروا حاجه، واكتبوا لي ان انتوا عملتوا، وانا برضو والله زيكم كده برضو في قنواتكم. ده للقنوات اللي بتدخل يعني، فما تبخلوش عليا، عشان الموضوع وصل معايا لدرجه ان انا بقيت اتخنق من القناه ان مش لاقي عليها تفاعل. فبالله عليكم يعني شوفوا اللي انتوا بتتمنوه لقناتكم، يعني اعملوه في قناتي، وانا برضو لكم بالمثل يعني. والاعلانات يا جماعه بالله عليكم ما تتخطوها، لان ما فيش من القناه ما بتجيبش ارباح خالص، فبالله عليكم ما تتخطوا الاعلانات يعني. اهو يا حبايبي كده اقول بسم الله واصفيه. انا اسفه طبعا لو ايديا بتتهز يعني. اهو. اهو يا بنات كده، والله مشروب حلو جدا، جربيه وباذن الله مش هتندمي. طبعا بشكركم جدا وباي باي. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد.